بس الثقافة اليابانية يقول لك اكو اكلات عندهم كلش طيبة، يعني مو بس السوشي، عندهم شغلات ثانية هم طيبة. طبعا. يعني مثلا عندهم الدولمة اليابانية. ابا ما عليك صفين انت قلت شنو جاي يحكي؟ مسامع بيك انه البقر اللي يربوه بالمزارع، يخلوا له موسيقى من ينام، ويوكلوا عسل ويوكلوا اكل يعني معين وخاص لحتى يطلع هذا اللحم اللي هو اغلى لحم بالعالم. مرتضى هسه هاي شنو اللي جاي يسوي بها؟ هاي السلمون رول اللي هي تجي بالعراق يصح لها لفة. لفه. من الشغلات اللي صعب تلقاها انه تلقى انسان عراقي داخل بالمطبخ الياباني. وبصراحة أنا انصدمت لما عرفت أنه المطعم المفضل مالتي مال السوشي اللي أروح أكله هناك، الطباخ اللي يسوي السوشي هو طباخ عراقي عنده شهادات كلش هواية بالسوشي، ومتعلم على إيدين طباخين يابانيين عندهم خبرات أكثر من 50 سنة بهذا المجال. فاليوم راح نجرب السوشي من ايد انسان عراقي مختص بالسوشي، صار له فتره كلش طويله يشتغل، عنده شهايد كلش هوايه، ومتعلم على ايدين طباخين يابانيين عندهم خبره اكثر من 50 سنه. فاليوم انا هنا يا مرتضى ملك السوشي. وسهلا، نورتنا حاتم. عمي اليوم ايش راح توكلنا من ايدك؟ انا كل ما اجي اعيش تجربه هنا يمك. اليوم شنو التجربه اللي راح نعيشها؟ اليوم راح اسوي لك تشكيله مرتبه اللي هي تتراوح بين اول ما بدا السوشي لحد اخر شيء اللي انا طورت عليه. الاوماكاسه هي انه الزبون يثق بالشيف انه يخليها كل شيء وراه. اوكي انه يجي الزبون بس يقعد انه حسب الموجود يعني بالمنيو شنو هو. بس ما يختار الزبون، يختار الشيف اللي يختاره. يسموها ثقة الزبون بالشيف، وهي هاي اصل السوشي الياباني. القعدة تكون قدامه تقريبا ماكس، هي ماكس 12 زبون. اوكي 12 زبون، فيكونوا هنا ثلاثة يعني يشتغلون شيفات يشتغلون ومباشر. يعني يسوي القطعة هنا يسوي القطعة مباشر يقدمها للشو اسمه. هاي شنو راح تفرق؟ الالاكارت يسموها. اللي المنيو اختيارك انه تختار كم قطعة تريد والوجبة. هاي يكون السمك يعني مجمد. اغلب المطاعم تستخدم السمك مجمد مو فريش. هنا اللعبه مال شو اسمه. بس الاوماكاسه يستخدمون السمك الفريش. عرفت شلون؟ ويكون انه اغلى من بقيه المطاعم اللي هي كارت يعني اغلى بش قد؟ اغلى بهوايه؟ كلش هوايه. يعني انت عندك الاوماكاسه اذا تقيس السويد لو العالم، نحكي عالميا عندك هي اذا باليابان تتراوح بين ال $200 ل $500 الشخص الواحد. واللي هي تجي 20 قطعه بس. 20 قطعه 20. واحد يدفع من 200 ل $500. هسه شنو راح نبلش لك باصل السوشي اللي هي التونه. وهاي التونه ويا جزء من التونه هاي يسموها الاكامي اللي هي بروتين خالص، يعني بدون الفت مالته، بدون الدهن. وهاي طعمها يكون قوي صح؟ قوي طعمها. يعني هاي واحد يختم بها صح؟ لا، الختاميه دائما تصير لاوتورو دهنيه. حلو. اللي هو الدهني البطن مال السلمون يكون يعني. هاي اكثر شيء وين مشتهره؟ بالسويد، كل دول العالم؟ هي كل دول العالم يعني، بس انت اليابان مؤخرا هم قاموا يستخدمون السلمون. يعني كانوا ما يحبون يستخدمون السلمون، يعتبروه ارخص سمك بالعالم. اليابان يعتبروا ارخص سمك بالعالم. هنا بالسويد يموتون عليه. هو مو بس بالسويد، عالميا انه كل مطاعم السوشي صارت تستخدم السلمون. بس قصدي كبدايه انه الياباني ما كانوا ياكلون السلمون، يعتبروا ارخص سمك بالعالم. بعدين التجار النرويجيين راحوا لليابانيين نقلوا الثقافه لهناك وقنعوهم يابا. قنعوهم. تعال خذ السلمون من عندنا. هذا اللاكس راح نسويه فلامبيرا مشوي.
يعني هاي تكون بالنص واحد ياكلها. تعرف انت هاي الثقافه مال اليابان والاكل والهاي اغلبيه الناس ما يعرفوها، يعني صح. عبالهم انه السوشي بس واحد ياكله وخلاص. يا ست مو انا يجوني هواي من جماعتني يسالني اسئله انه تاكل سوشي، يقول لي اكل سوشي. اقول له زين شنو تحب؟ يقول لي والله احب الريكور الفريتيرات، يعني الريكور الروبيان المقلى ولا الدجاج. اقول له ترى هذا انت ما ماكل سوشي. يقول لي لا ورحت بوفيهات مفتوحه. اقول له اي اوكي بس ترى هذا مو سوشي انت ماكله، انت ماكل يعني شيء ثاني يختلف عن السوشي. فانت لا تقول سوشي، اللي يسالك يقول لك تاكل سوشي لا تقول له اي انا اكل سوشي. يقول له لا ما اكل سوشي انا. لان اذا رحت الواحد ياباني سالك تاكل سوشي راح ياخذك مطعم سوشي، بس انت ما تاكل سوشي. يعني هو السوشي يعني الاصل السوشي هو بس السمك والتمن. صح، يعني اذا الروبيان والهاي الشغلات البحريه هذا يعتبر دخيل على السوشي، يعني انه مو وجبه اساسيه بالسوشي. لا هو موجود بس ني، مو مقلى، لو مشوي. فاغلب جماعه اوكي ايش يسوون؟ وين يروحون مطاعم اسيويه اوكي. اللي هي بوفيه مفتوح. فايش ياكلون؟ ياكلون الريكو الروبيان المطبوخ والدجاج، عبالهم هو هذا السوشي، بس هذا مو سوشي. بس الثقافه اليابانيه يقول لك اكو اكلات عندهم كلش طيبه، يعني مو بس السوشي، عندهم شغلات ثانيه هم طيبه. طبعا. يعني مثلا عندهم الدولمه اليابانيه. تشاقة. ابا ما عليك سفينة بيتا شنو جاي يحكي؟ لا يا معود وينك دولمة يابانية؟ ارقى شيء شنو هو؟ ايه ماكل اللحم جيتني جربت شو اسمه شنو؟ الباجيو، اللحم الواجيو. شنو هذا؟ انا اتذكر ماكل يمك، بس ما اتذكر شنو اللحم ما ايش شنو. بيك؟ هو اغلى لحم بالعالم، لحم الواجيو. شنو سمش لحم شنو؟ لحم بقر. ما سامع ايش بيك انه البقر اللي يربوه بالمزارع، يخلوا له موسيقى من ينام، ويوكلوا عسل ويوكلوا اكل يعني معين وخاص لحتى يطلع هذا اللحم اللي هو اغلى لحم بالعالم. يعني ايش قد تقريبا الكيلو؟ يعني الكيلو من $400 الى 1900. اوه لهالدرجه غالي؟ ايه اغلى لحم بالعالم، معروف الواقيو. خلاص هذا لازم يوم نجي نجربه راح يمك. نجيبه راح نجيبه، يعني بس انه خاص مو للزبائن. خلاص يجيبه. يطلع قصر. طبعا تقول للزباين مو انه. لا يا معود. بالعكس هو المفروض. مرتضى هسه هاي شنو اللي جاي تسوي بها؟ هاي سلمون رول، اللي هي تجي بالعراق نصح لها لفه. لا لفة، داخلها يكون لاكس وافوكادو وخيار والمينت الياباني. وهسه راح اخلي لك عليها مايونيز ياباني. شوية نحرقها لازم شوي نحرقها مو؟ حتى تعطب. مرتضى هسه تعال سولف لنا هاي شنو هاي؟ هاي الميسو سوبا، اوكي. هذا معروف يعني طبعا البصل الاخضر. وهذا التوغراشي اللي هو هذا راشي. فلفل، لا مو راشي، لا توغراشي اللي هو الفلفل الحار ويا السمسم. وهاي هي الميسو سوبا. هاي شنو مكوناتها؟ ميسو، زبدة فول الصويا. زبدة فول الصويا. افتهمتها والله كل شوي. فهمت ولا لا؟ والله كل شيء ما افتهمتها الله وكيله. ليش ايش بيك فول الصويا شو يسموه احنا بالعراق؟ ما اعرفه شنو. باقلة الصويا؟ باقي له الصويا. امشي مرتضى. الفول تعرف شنو الفول؟ الفول اعرفه طبعا. ايه فول فول وطعميه. الصويا اللي هو الاخضر. ايش بيك الادمامه باليابان اي على اساس انا الوالده من اليابان. زين. امشي اخوي امشي انت شنو ثقافتك كلها تغيرت لما اشتغلت بالسوشي الله وكيلك. اي والله صرت ياباني. نبلش بالميسو هسه سوبا. اخيرا احنا هنا بالسويد شنو؟ تغمض عين فتح عين تلقى الدنيا مظلمه. أيوة. احنا جينا بلشنا التصوير كان نهار، هسه صار ليل. مع العلم هسه الساعه تقريبا بالاربعه. بالأربعة والدنيا صارت ليل. وهي هاي السويد، دول اسكندنافيه بصوره عامه يعني
هسه اول شيء بدك تعلمني اللزمه مال هاي، اللزمه مالها اللزمه الصحيحه. انا بالنسبه لي هاي، بس هو حسب اكو عالمي. بس هي اللزمه الصحيحه مالتها هيجي. ايه خليه بالصويا، بس انت الرولة يعني ما يحتاج صويا لان هي اوريدي بيها. زين انا بيها قلت لي انه الماء اليابانيين مالتها. ياكلون بايديهم صح؟ صح. انا راح اجرب هاي طبعا، انا ايش قد حاولت انه اسوي بيها وهاي، بس انا هيجي صحيحه هيجي. صحيح. مو هي قلت لك حسب كل واحد ويلزمها بالطريقه اللي تناسبه. هاي يعني بصراحه ما اعرف، مو كلش قوي بالسوشي انه بحيث هيجي. هو كل واحد يسويها بالطريقه اللي تناسبه. بس خليني اقول لك شغله واحده، انت هذا ما يحتاج صويا لان بيه ملح، وهسه لازم شنو تعصر عليه شويه. تعصر عليه ليمون. نعصر عليه الليمون المنعش ونبلش. ايوه حتى شنو يصير فريش. بس هاي واحد يبلش بيها بالسوشي، اي يعني هاي اليابانيين يبلشون الياباني بيها. يقول لك انه تبدا بتنظيف اللسان وتنتهي بخدمه الطعام اللي يبقى بالذاكره، يعني هيك شيء. حلو، يعني هاي طعمها شويه خفيف. اي هاي دائما السمك الابيض يكون طعمه خفيف وحلو شويه. حلو، هسه انت اليوم راح تقول لنا الثقافه هسه الاصليه. انت اول شيء واحد يبلش بالسب ولا يبلش بالسمك؟ شوف اكو عالم السبه تخليها اخر شيء، إيه؟ واكو عالم تشربها بالبدايه. بالبدايه انا بس اذوق طعمها لازم واحد يخوضها. خذها. ايوه بالضبط. وهيك واحد يشربها، طبعا. مو بالخاشوقه وهاي السوالف. لا وينك هيك. اي والله طعمها ميسو أوه. سوبا. كلش طيبه، خصوصا الحراره اللي بيها. طعمها ميسو سوبا. هي الحراره شوف ارقى شيء، وخاصه بالشتاء يكون جو بارد ثليج. صح. تضرب لك اثنين من ذني تصعد الحمام وتقول عندك. هم يحبون الاكل الحار اليابانيين؟ اليابانيين لا ما اعتقد الصراحه. لا شلون يسوون هاي السوبه بيها حر؟ هاي مو اصلا اليابانيين ما يخلوا لها هاي التوغاراشي هاي يعني شيء دخيل على ايوه بس هاي هنا خلي شوف كل مطعم يستخدم في الطريقه خاصه به. اوكي. اكو عالم تخلي لها ليمون، إيه. اكو عالم ما تخلي لها، اكو عالم تخلي لها بس هيك، اكو عالم ما تخلي لها احنا شو اسمه نستخدم لها البصل الاخضر. اكو مطاعم ما يستخدمون البصل الاخضر. حلو، يعني كل مطعم يسوي كل كيفه. مطعم السوشي مفتوح ايوه يسويها بالطريقه اللي تعجبه. اللي تعجبه. يعني السوشي مفتوح مثل ما قلت، سوي بالطريقه اللي تعجبك انت، ضيف خلي. بس السوشي الياباني الحقيقي اللي هو بس التمن والسمك. والسمك وانواع مختلفه، كل واحد يعطي طعم مختلف. الانواع المختلفه هي بالسمك طبعا. بالسمك. السمك والمحار التمن هو طبخه واحد. والروبيان. التمن طبخه واحد، بس هو اهم شيء لازم تطبخ التمن يعني بالصوره الصحيحه وتستخدم الفينيجر الخل بصوره صحيحه يعني. حلو. وخاصه الخلطه مالتنا تعرف ينضاف له هو ملح وينضاف له شكر. حلو، يعني انه ينطبخ مو مثل التمن بطريقتنا احنا. لا 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 طريقه مختلفه طبعا محل كلش مختلفه. وعندك شيء ثاني انه التمن مال السوشي يختلف عن التمن العادي. يعني ما يستخدمون لا هذا الهندي ولا البسمتي ولا يعني نوع خاص. ايه اوكي. بس هو خاص بالسوشي، يعني ما تقدر تستخدم اي تمن ثاني. حلو. هسه نبلش هنا بهاي. بلش لي بهاي. والله انا افضل تاكلها بايدك. والله خلي اول شيء اجرب بهاي، علمتني على الطريقه انت. ايوه هيجي ونجرب هاي اول وحده. حلو. هاي اللي هي شوف، وخلي اقول لك شغله واحده، من تجي تاكل بيدك مو هيك اليابانيين. هي هاي اللزمه الصحيحه. يعني هذا اللي اصبع بالنص، وهذا الاصبع شو يسمونه اول واحد. ها طعمها كلش طيب. ايه وطعمها بسيط، فريش. وعصرة الليمون عليها سوى طعم بها يخبل. عاشت ايدك، هاي كلش طيبه. كمل. هاي هيجي. ما يصير تعوفن. لازم هيجي. ايه لان تعرف اللي بس اللي هاي يطول الطريقة. الليمون، بس إيه؟ يطول الليمون بالسمك الابيض ايه ينطبخ يصير شلون مطبوخ يعني بعد يعني الطعم ما يفقد يختلف. طعمه. حلو، حتى لازم نكمل عليه. يعني وهاي الطريقه الصحيحه أصحب. انا واحد يلزمها صح. ايوه هذني. هذا الاثنين. هذا الاصبع وهذا الاصبع. يعني اذا لزمت هيك باليابان يقول لك نو
يودون يوم. اموت على السمك الياباني. كلش طيب وكلش بسيط هو النكهه. شوف، السوشي هو بسيط يعني، سمك مم. وتمن. بس اكو شغله كلش مهمه. يعني انا وهي؟ جد اكلت سوشي، وبصراحه انا احب السوشي بس ما احب اكله باي مكان. احب اكله يم ناس يهتمون بالتفاصيل، وانت واحد من هذول الناس تهتم بالتفاصيل وتطلعها بطريقه. يعني اذا واحد يريد ياكل سوشي او يريد يروح على مطعم يستمتع به، لازم يكون الطباخ هو يطور بالاكل، يكون يحب شغلته يعني. اي. يعني يحب انا لما اجي الاكل اكل، اللي يسويه. انا اجي اكل هنا، كل ما اجي يمك انت مسوي شغله جديده. ليش؟ لان انت تحب شغلتك. صح. يعني انت ما تجي تشتغل على مود بس واحد يجي يشتغل، لا، انت تجي تشتغل لانه انت تحب هاي المهنه، فعلى مود هيك انت جاي تبدع بها. كل ما اجي هنا القيك مطور على الاكل، مسوي بطريقه حلوه، بطريقه احترافيه. فعلى مود هيك يعني انت من الناس اللي ناجحين بهذا المجال. حبيبي شكرا جزيلا. السوشي واحب اشتغله لان الاكل الوحيد اللي تقدر تبدع به وما له نهايه يعني. مو مثل باقي الاكلات توصل يعني مرحله انه يثبت الاكل على فد طعم او على فد حلو، يعني انه قابل للتطور طريقه. دائما. بس السوشي لا، قابل للتطور مثل ما قلت. زين، هو السوشي هي اصله يعني ياباني وتراثي لو لا؟ شوف، هو اصله صيني. السوشي اصله صيني. اي شلون؟ لان كانوا الصين قبل شو يسوون؟ تعرف كان ماكو ثلاجات قبل ولا مجمدات ولا هاي التكنولوجيا الحديثه. ايه. فكانوا يحاولون يجيبون السمك من البحر فيحفظوه لاطول مده ممكنه. اوكي. فكانوا يملحون السمك ويخمروه بالتمن. اوكي، يعني يحافظون عليه فتره اطول بالتمن. بالضبط، يملحون السمك إيه؟ ويجيبون التمن، يخلون السمك هو مملح بالتمن، ويخلوها بصناديق خشب كبار. اوكي، ويضغطوها باحكام حتى ما يدخل هواء وهاي ما الشغلات. يدخل هواء وهاي السواليف. فالمده قبل اول ما بلشوا هالشيء كانت مده يعني من 6 اشهر، العفو من 3 اشهر ل 6 اشهر. اوكي. يحفظون السمك. بعدين شو يسوون؟ يطلعون السمك ويذبون التمن. اوكي. فبعدين طوروا عليه، اللي هم تعرف اليابانيين كانوا 24 ساعه محتلين الصين. ايه. فراحوا وشافوا هذا الشيء، اخذوها سر المهنه. السر المهنه. كان شو يسموها؟ كان يسموها ناروزوشي كان اسمها. اوكي. اللي هي طريقه حفظ السمك. اوكي. فاخذوها لليابان وطوروا عليها. طوروا عليها سووا السوشي. طوروا عليها سووا سوشي، انه اضافوا للخل وقالوا احنا ليش ندب يعني شو اسمه التمن ليش ما نشوف طريقه يعني انه يعني انه واحد يستعمله خلينا نستعمله ويا السمك. فضافوا الخل حتى تعرف الخل انه هم يعني بنفس الوقت انه يقتل البكتيريا الموجوده بالسمك. صح. فبلش السوشي من